حلوه راقيه بزاف بنينه بالكاوكاو والكراميل، تعطيكم كميه لاباس بها. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه وتبارطاجوها مع صحابكم. اول حاجه في اناء نحطوا 250 غرام تاع مارغرين، نضيفوا لها 2 مغارف تاع سكر بودره، 2 مغارف تاع كراميل، و4 مغارف كبار تاع زبده فول سوداني. نخلطوا هذه المكونات مليح، بعد راح نضيفوا المحبه بيض زائد صفر بيضاء ونكملوا نخلطوا. نضيفوا 4 ملاعق تاع مايزينا ونضيفوا الفرينه تدريجيا، وبلا ما ننساو ملعقه صغيره تاع خامات الحلويات. نلموا العجينه تاعنا بلا ما نعجنوها، بعد راح نفتحوا على سمك 3 ملم ونقطعوها بهذا الطابع اللي يجي على شكل مثلث وندخلوها طيب على 180 درجه. بالنسبه للحشو راح نديروه بالكراميل ولا باللوتوس كيما تحبوا نتوما. نحتاجوا 200 غرام تاع مارغرين، 2 مغارف كبار تاع سكر بودره، نص كاس تاع بودره شونتي، مغرفه كبيره تاع زيت، و2 مغارف تاع لوتوس ولا تاع كراميل، ونخلطوا مليح. نخلطوا الكريمه تاعنا مليح حتى نحصلوا على هذا القوام. نعمروا الصابلي تاعنا في الوسط ديروا كراميل ولا كيما تحبوا نتوما. انا استعملت كابريس بدوق الشوكولا. نغطوا الحلوه تاعنا نقلعوا كامل الزوائد، ومن بعد راح نديروا لها كلاصاج تاع الشوكولا. بالنسبه للكلاصاج نحتاجوا 250 غرام شوكولاته بيضاء، مغرفه كبيره تاع زيت، ونضيفوا ملعقه صغيره شوكولاته سوداء. نتحصلوا على هذا اللون اللي بزاف هاني كلاصه الحلوه تاعنا. ومن بعد راح نديروا في الاطراف شويه تاع كراميل، شويه تاع قطايف اللي يكونوا محمصين، ومن بعد راح نزينوها كيما تحبوا نتوما. ديروا الصوص